المغربية يعقدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طيلة الشهر الجاري، وعلى طاولة النقاش تمديد مهمة بعثة المينورسو وتجديد تأكيد دعم جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي الرامية إلى تفعيل مسلسل الموائد المستديرة عبر حث الجزائر الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي على استئناف هذا المسلسل. عبد المجيد حلاوي. في 10 من أكتوبر سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا للبلدان المساهمة في قوات بعثة المينورسو، وفي 17 من هذا الشهر سيتلقى مجلس الأمن إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، على أن تتم المصادقة على قرار بشأن الصحراء المغربية يوم 27 من شهر أكتوبر. اجتماعات مجلس الأمن الدولي تعقد وقد حققت قضية الصحراء المغربية بقيادة ملكية حكيمة مكاسب عديدة، على رأسها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وفتح أزيد من 30 بلدا صديقا لقنصليات بكل من الداخل والعيون. قضية الصحراء المغربية تعرف أيضا مسارا جديدا متمثلا في اعتراف العديد من البلدان الأوروبية بوجاهة المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، وهو المقترح الواقعي وذو المصداقية والقابل للتحقق. أكد ذلك كل من إسبانيا وألمانيا وهولندا وقبلهما دول عديدة بكل من أوروبا وأمريكا وإفريقيا والعالم العربي. مجلس الأمن الدولي وفي قراره رقم 2602 المعتمد في 29 من شهر أكتوبر من العام الماضي حدد وبشكل نهائي معايير الحل السياسي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأس المعايير تكريس الموائد المستديرة كإطار وحيد وضعه مجلس الأمن الدولي لمواصلة العملية السياسية. الموائد المستديرة تحدد وبدقة المشاركين الأربعة، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا وأخيرا الميليشيات الانفصالية. الجزائر، وكما أصبح العالم بكامله يعرف ذلك، هي الطرف الأساسي في هذا النزاع، ورغم أنها الطرف الأساسي الذي يمول ويسلح ويدعم الميليشيات الانفصالية، إلا أنها تتهرب ضدا على قرارات مجلس الأمن من الاستمرار في المشاركة في هذه الموائد المستديرة، وهو ما يطيل عمر هذا النزاع وتطول معه معاناة ومأساة إخواننا الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف داخل التراب الجزائري. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا اللحظة من العيون السيد محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان. مساء الخير. أهلا، شكرا على الاستضافة الكريمة. مرحبا سيدي. إذن في أي سياق تنعقد جلسات مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية الصحراء المغربية؟ هذه الجلسات تنعقد بعد سنة من تقرير الأمين العام السابق في أكتوبر 2021 من قرار مجلس الأمن الذي يعتبر مرجع للقرار المقبل، يعني بذلك القرار رقم 2602 الصادر في أكتوبر الماضي. سنة يعني طبعها المكاسب التي كان يحققها المغرب في طوال الفترة الأخيرة من مكاسب دبلوماسية، مكاسب ميدانية، من حالة حسم سياسي لهذا النزاع لصالح واقع السيادة المغربية، في ظل يعني الاعترافات الدولية المدوية من قوى وازنة بهذه السيادة المغربية على الصحراء، وبأولوية وأسبقية أيضا مبادرة الحكم الذاتي، وأيضا تعاقب سحب الاعترافات بالكيان المزعوم. وبالتالي هذا التقرير يأتي ليقر بهذا الواقع، بواقع تغير موازين القوى المتعلقة بالنزاع لصالح المغرب. طبعا تأتي أيضا في ظل إقرار الأمين العام الأممي بالتعاون الحثيث ويعني الواضح من طرف الجانب المغربي مع الجهود المساعي الأممية ومع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتقريب وجهات نظر الأطراف ولطي هذا الملف الذي عمر أكثر من اللازم. في المقابل يقر أيضا الأمين العام في تقريره الصادر مؤخرا يقر
بعرقلة الجزائر للجهود والمساعي الأممية من خلال رفضها الانخراط في آلية الطاولات المستديرة، ومن خلال أيضا تسخير البوليساريو لعرقلة العمل الميداني لقوات مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة من خلال رفض التعاطي مع طلبات الجولات الميدانية وطلبات المراقبة وحتى اللوجستيك الذي سجل الأمين العام الأممي عرقلة البوليساريو له. طيب، تحدثتم عن الزخم الدبلوماسي الكبير الذي حققته بلادنا في ملف الوحدة الترابية بفضل الدبلوماسية الملكية المتبصرة. تحدثتم كذلك عن مضمون القرار الأممي صادر في أكتوبر الماضي الذي يتضمن دعوة صريحة للانخراط في الموائد المستديرة. تحدثتم كذلك عن إصرار الأطراف الحقيقية على عرقلة المساعي الأممية. أسألكم يعني في نظركم لماذا هذا الإصرار من هذه الأطراف الحقيقية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل على النحو في هذا المنحى وعرقلة المساعي الأممية لطي هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء؟ بالتأكيد الأمين العام الأممي أشار إلى المواقف التي أبداها جلالة الملك في عديد الخطابات من خلال ويعني أقر ب يعني إبداء المغرب لحسن النية إزاء علاقاته مع الجزائر. تقرير سطر أيضا على دور الجزائر باعتبارها طرف محوري ورئيسي في هذا النزاع، وأكد على أنه يعني تشنج وتوتر العلاقات المغربية والجزائرية لا يخدم الحل السياسي. حول سؤالكم، بالتأكيد الجزائر هي الطرف الرئيسي وهي الممول المحتضن للمشروع الانفصالي، وبالتالي في ظل احتراق ورقة البوليساريو ضمن الحرب بالوكالة التي تشنها الجزائر على المصالح المغربية وعلى السيادة المغربية، كان لابد من الجزائر أن تخرج بوجهها المكشوف وتتصدى للمغرب في المحافل الدولية وفي يعني في المعارك الدبلوماسية، وبالتالي باتت تنفضح وتنكشف كطرف معرقل الجهود الأممية. الجزائر تضطر لهذه الخطوات في ظل يعني تغير المقاربة الأممية التي بات تنحى إلى مقاربة واقعية وعقلانية تعترف بالأمر الواقع على الأرض وتعترف بواقع السيادة المغربية وتضع السيادة كسقف لأي حل سياسي منشود لهذا النزاع. وبالتالي مسار العملية السياسية يصب في طي هذا الملف لصالح المغرب وفي طي هذا الملف لصالح الحلول الوسطية وحل لا غالب ولا مغلوب، متمثل طبعا في مبادرة الحكم الذاتي التي باتت تخضع بالإشادة الدولية، وباتت كل تقارير الأمين العام الأممي وكل يعني قرارات مجلس الأمن يعني تشيد بها وتضعها من ضمن مرجعيات طبعا الحل المنشود. وبالتالي اليوم الجزائر هي في مواجهة ليست فقط في مواجهة المغرب وفي مواجهة حلفائه الوازنين الدوليين من قوى هامة من أهم الولايات المتحدة وإسبانيا، ولكن أيضا باتت في حقيقة الأمر في مواجهة المجتمع الدولي الذي بات يعني يصب بثقله لصالح طي هذا الملف وتجاوز تداعياته الأمنية الخطيرة، سيما تلك المتعلقة بالوضع الأمني المتوتر والفوضى الأمنية المنتشرة في مخيمات تندوف. ومعارك الجزائر كما مناورتها مآلها الفشل. السيد محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، شكرا على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة